السلام عليكم، صحة سيادتكم صحتكم. اليوم قامت مجموعة من الشباب حي المسجد الجديد المعروف بدشة الخونية بإفطار جماعي بمناسبة ليلة القدر وإحيائها، وأيضا لتكريم أولادنا وأبناء الحي بحفظة القرآن، وبمناسبة أيضا ختام القرآن صلاة التراويح. وهذه المبادرة من أجل التقاء القلوب قبل الوجوه، وهذه المبادرة قاموا بها أبناء الحي وأهل الحي. كما نشكر الصحافة ونشكر الناس اللي جات والناس اللي تبرعت واللي مدت، وشكرا على الحضور وبارك الله فيكم. السلام على اشرف المرسلين، تقبل الله صيامكم وقيامكم. اليوم شاركنا سكان حي المسجد في مبادره ليست جديده عليهم، الا وهي افطار الجماعي للصائمين. شكرا للقائمين على هذه المبادره، كل باسمه كل مقامه. كما كان لنا افطار جماعي كذلك صلاه جماعه مع ساكنه الحي، ربي يبارك فيهم ويحفظهم ان شاء الله. وكانت فرصه مواتيه ثانيه للناس اللي مسافرين واللي حاكمين الطريق ثاني شاركنا بالافطار تاعهم. بارك الله فيكم. روح يا خويا، بالمناسبه هذه ربي يحفظ الجماعه ان شاء الله وربي يسترهم. راهم داروا مبادره ان شاء الله تعود كل سنوات نعودوا نديروها ان شاء الله. فهمتني؟ الكلمات سي بالقاسم ثاني. هي مبادره للشبيبه تاع الحي ان شاء الله، وان شاء الله نطلب ربي تعود ديما كل عام ان شاء الله ديما المبادره هذه. سميها. وكانت هذه المبادره فيها افطار جماعي، وفيها كذلك تكريم طلبه حفظ القران ان شاء الله. وبارك الله فيكم. عام الشبيبه ثاني. روح هذا القاسم. منصور عبد المولى اللي بعده يخرج، اللي بعده عبد المولى. تفضل له الشيخ سعد القادري، وتعطي الطالب قريب عيد الشيخ يسلمها. عبد مصطفى الهدف معاه. وين اللي بالضبط؟ هذا مكي. التمسوها بالعشر الاواخر. اجتهد في الدعاء في هذه الليله الطيبه المباركه ان شاء الله. ان شاء الله يحفظكم على التكريم. اليوم كما تلاحظون اليوم أنا في جلسة طيبة مباركة لنحضر حفل التكريم، تكريم رئيس الحي وابن الحي.